خليني اقول لك حاجة بهدوء كده. من 2 ل4 سنين من دلوقتي وافتكر كلامي، الفرق بين الشخص العادي والشخص اللي سابق بخطوات كتير مش هيبقى الذكاء، مش هيبقى الخبرة، مش هيبقى حتى الشهادة. الفرق هيكون استخدام الذكاء الاصطناعي، او خلينا نكون ادق، ازاي بتتكلم مع ال AI. اللغة الجديدة مش ألماني ولا انجليزي ولا صيني ان انا انصحك وانصح اخويا الصغير وانصح ابني انه يتعلمها. اللغة الجديدة هي انك تعرف تتكلم بلغة الذكاء الاصطناعي وتعرف تطلب منه صح. لسه في ناس لحد دلوقتي فاكرة ان ال AI والتشات جي بي تي وكل اللي احنا فيه ده شيء عادي، أداة بكتب لها الحاجات اللي أنا عاوزها بيرد عليا وشكرا. لكن خليني أقول لك إن اللي مش عادي إنك لسه مش عارف تتكلم مع الأداة دي. اتكلمنا كتير في فيديوهات قبل كده وقلنا مصطلح زي البرومبت انجينيرينج، بس خلينا من المصطلحات المعقدة دي. تخيل إن أنت سافرت ألمانيا بكرة وأنت ما بتتكلمش ألماني، أو لو بتتكلم ألماني تخيل إن أنت سافرت الصين وما بتتكلمش صيني. انت متخيل الوضع؟ انت هتبتدي تشاور للناس في الشارع وتحاول تفهمهم انت عاوز ايه، والردود اللي هتجيلك هتكون ردود عشوائية او جينيريك. في فيديو النهاردة هوريك تريكاية لو استخدمتها هتتكلم لغة الذكاء الاصطناعي من غير حتى ما تتعلمها.